خلاص النهارده نقدر نقول والله بعوده يا ايجيبشن ليج. تقول لي بس الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي كوره تانية. اقول لك ان الدوري المصري بالنسبه لنا برضو حاجه تانية، وحاجه ما نقدرش نستغنى عنها، وحاجه بتمتعنا وبتكيفنا كوره. وبما ان النهارده بقى اول يوم في الدوري، فالنهارده انا عايز اتكلم عن الصفقات، وهبدا بالفريق اللي عمل صفقات وشغل عالي قوي من غير كلام كتير ولا دوشه على غير العاده يعني، وهو نادي الزمالك. بعد ما خلاص موسم الانتقالات الصيفيه في مصر خلص وقفل، واللي دعم واللي ما دعمش، تعالوا بقى نتكلم على تدعيمات نادي الزمالك الموسم ده عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادي الزمالك دعم فريقه ب10 صفقات، بس انا دايما عندي مقوله ان الصفقات مش بالكم، الصفقات بالمفعول. بس تعالوا بقى معايا كده اقول لكم مين هم الصفقات الجديده لنادي الزمالك. تعالوا نبدا صفقات الزمالك بالحارس المخضرم المهدي سليمان، حارس نادي الاتحاد السكندري السابق، واللي راح نادي الزمالك في صفقه انتقال حر. مهدي سليمان عنده 38 سنه، فهتيجي تسالني تقولي هو الزمالك ليه جايب حارس عنده 38 سنه؟ يعني طب ما عنده عواد وصبحي. اقول لك مهدي سليمان خبره كبيره جدا، هيعمل تنافس في اوضه اللبس، غير ان هو هيفيد عواد وصبحي بخبراته الكبيره جدا. وهرجع واقول لك ان رغم سنه الكبير الا ان هو حارس جامد جدا. تعالوا بقى نروح للصفقه الثانيه لنادي الزمالك، وهي الانجولي شيكو بانزا، اللي الزمالك تعاقد معاه من نادي ستريالا دا امادرو البرتغالي لمده 4 مواسم، مركزه جناح شمال. نروح للصفقه الثالثه وهي لاعب نادي فاركو عمرو ناصر، اللي بيشغل مركز المهاجم. وطبعا كلنا شفنا اداء عمرو ناصر في الموسم اللي فات، كان عامل اداء اكثر من رائع، وده اللي خلى الزمالك يتعاقد معاه. الصفقه الرابعه برضه من نادي فاركو، وهو اللاعب احمد شريف، اللي قدم اداء اكثر من رائع في الموسم اللي فات، وده برضه خلى الزمالك يتعاقد معاه. فكده الزمالك جايب 2 من فاركو، هم احمد شريف وعمرو ناصر. نيجي بقى للصفقه الخامسه وهي الفدائي الفلسطيني ادم كايد، واللي تعاقد مع الزمالك في صفقه انتقال حر بعقد لمده 3 سنين. نيجي بقى للصفقه السادسه وهي المغربي عبد الحميد معالي، اللي جاي من نادي اتحاد طنجه المغربي، وده مضى مع الزمالك بعقد لمده 5 سنين، ومركزه جناح ايمن. الصفقه السابعه بقى لنادي الزمالك، وهو احمد ربيع، اللي جاي من البنك الاهلي بعقد لمده 5 سنين، وده بيلعب نص ملعب وعمل اداء روعه الموسم اللي فات مع البنك الاهلي، وده اللي خلى الزمالك يحط عينه عليه ويتعاقد معاه في الموسم الجديد. الصفقه الثامنه بقى للفارس الابيض، هو المدافع محمد اسماعيل، اللي جاي من نادي زد، وده مضى مع الزمالك لمده 5 سنين، واللي قدم اداء رائع في الموسم اللي فات، واللي خلى الزمالك يجيبه الموسم ده عشان يدعم دفاع الفريق. الصفقه التاسعه لنادي الزمالك هو لاعب فلسطيني اخر، وهو عضي الدباغ، واللي جاي من نادي بلجيكي بعقد لمده 4 سنين، وبيلعب في مركز المهاجم. الصفقه بقى العاشره والاخيره للفارس الابيض، وهو البرازيلي خوان الفينا، وده اللي جاي من نادي اوكراني بعقد لمده 4 سنين، وبيلعب جناح ايمن او جناح ايسر او صانع العاب، بس هو لعيب جامد قوي بصراحه، لعيب مهاري يعني. وبكده الزمالك بيقول للكل انا جاهز للموسم الجديد من الايجيبشن ليج بقوه، ومستعد انافس على كل البطولات. بس قول لي بقى انت كمشجع زملكاوي ايه رايك في الصفقات اللي الفريق عملها؟ وسؤالنا النهارده هو توقع نتيجه ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا في اول ماتش للزمالك في الايجيبشن ليج. توقع النتيجه تبقى كام ولمين، واختار واحد من توقع النتيجه صح ويكسب تي شيرت نادي الزمالك. خليك دايما عارف ان احنا بتوع الايجيبشن ليج. سلام.